انت عارف ان مشاكل ظهرك اللي انت بتعاني منها كلها ومعظم مشاكل الطرف العلوي اساسها اصلا الاقدام بتاعتك. انا جاي اقول لك ازاي تظبط وضعيه الاقدام عشان تظبط وضعيه جسمك كله وتتجنب الكثير من المشاكل. ولو عندك مشاكل بالفعل هتعرف مفتاح في لغز علاجها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ معاكم دكتور حازم طارق، دكتور علاج طبيعي. لسه عندي حاله حالا قلت اصور لكم الفيديو ده على طول عشان ما اتاخرش عليكم واعرفكم مشكله اساسيه بتواجهكم في حياتكم. مشكله الاقدام او الفلات فيت. لو عندي حاجه اسمها فلات فيت، القدم مسطحه يعني لفه لبره شويه فبتحمل على القرش الداخلي بتاع القدم، فده هيعمل لي سلسله من الاحداث في جسمك هتنتهي بالام في ظهرك والام في رجلك والام في ركبتك، يمكن ممكن اصابات كمان في الرباط الصليبي. لما الاقدام دي بتكون لفه لبره، الركبه لما تدخل لجوه يحصل حاجه اسمها هيب انترنال روتيشن، الحوض يدخل للداخل. الحوض لما يبدا يدخل للداخل يحصل تحميل غلط على منطقه الفقرات القطنيه. لما يحصل تحميل غلط على منطقه الفقرات القطنيه ممكن ده يؤدي لاعوجاج في العمود الفقري او حتى اعوجاج وظيفي بسيط، يعني تحميل على الجزء اليمين مش زي الجزء الشمال. طبعا العمود الفقري ده كله سلسال واحد، العوجه في القطنيه هتقلب بعوجه في الصدريه، هتقلب بعوجه في العنقيه، هيؤدي ده في الاخر لممكن عدم توازن في عضلات الفك ما بين يمين وشمال، فممكن تلاقي فكك بيعوج. وهكذا الرقبه بتاعتك، خاصه بقى لو انت موظف مكتبي فدايما عاوج رقبتك ناحيه اكتر من الناحيه الثانيه. كل سلسله الاحداث دي كلها حصلت بسبب ان انت عندك مشكله في الاقدام بتاعتك. عد بقى معايا المشاكل اللي ممكن تجي لك بشكل طبي. اول حاجه نتيجه الني فالجس او ان ركبتك تكون داخله لجوه، ده ممكن يعرضك لاصابه الرباط الصليبي، خاصه لو وزنك زايد. لو مثلا في البحث العلمي ان الستات عرضه لذلك اكتر من الرجاله بسبب عمليه اليونت الاربطه اللي بتكون موجوده عندهم اكتر شويه. مشاكل في الحوض ومورنته والام اسفل الظهر اللي ممكن تزيد معاك وتتحول لا قدر الله لانزلاق الغضروفي او خشونه الفقرات او غيرها. اعوجاج العمود الفقري او السكوليوزس اللي هو الجنف. الام الرقبه اللي هي بتتراوح ما بين ميكانيكال بينز او الام ميكانيكيه عاديه لحد مشاكل الرقبه زي انزلاق غضروفي خشونه وغيرها. يا دكتور اعمل انت سويت لي الدنيا، كل دي مشاكل هتحصل لي بسبب قدمي، اتصرف ازاي؟ الامر بسيط خالص. لو عندك برونيتد فيت دي او اقدامك لفه لبره، حاجه من الاثنين، يعني يكون عندك فلات فوت عظمي يا فلات فوت لحمي. الفلات فوت العظمي مالناش تدخل فيه قوي، هتروح لدكتور العظام وهو ادرى بذلك. اما اللحمي وده المعظم بتاع الحالات بقى، ممكن يكون في مشكله في الانترنزك ماسلز بتاعت الفيت او العضلات الداخليه للاقدام، فهنعمل تمرين اسمه التاور رول، ان انت بتبدا تسحب الفوطه بصوابع رجلك كده عشان تبدا تقوي العضلات الداخليه للقدم. الحاجه الثانيه وانت بتعمل تمرينات السكوات المختلفه هندي تريكايه بسيطه، ان انت تحط استك حوالين الركبتين. الاستك اللي حوالين الركبتين دول هتبدا انت تفتح على الركب لبره وانت بتعمل السكوات، ده هيخلي اقدامك تتظبط، عضلات حوضك تشتغل، فالتحميل على الرجل هيكون كويس، فهتجنب سلسله الاحداث اللي ممكن تحصل. جرب التمرينين دول، تمرين التاول اللي انت تسحبها بقدمك وتمرين السكوات وانت حاطط الاستك ده لمده شهر، وارجع تحت هنا في التعليقات قول لي الموضوع ده فرق معاك جدا ازاي في الام الركبه والام القدم والام اسفل الظهر. اعرف ان دايما التشخيص الصحيح والتقييم المناسب هو الاساس للعلاج، وده شعارنا دايما في مصر كلينيك. فلو عندك مشكله عايز تعرف لها علاج، ابعت لنا في رساله وتاكد ان في دكتور متخصص هيرد عليك يطمنك يقول لك انت رايح فين، هل مشكلتك عندنا ولا لا. ولو عايز تعرف فيديوهات ثانيه زي دي نقول لك فيها مشاكل عندك في عظمك وعمودك الفقري ازاي نبدا نحلها، قول لي تحت في التعليقات. وخليك دايما عارف ان في مصر كلينيك علاجك عندنا. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.